هحكي لكم حكاية تانية حقيقية عن ولد كان عنده بسكليتة، وكان يا عيني الأسرة دي أبوه توفى وما كانش ليه معاش، كان شغال صنايعي في محل من محلات الأحذية، فما كانش ليه معاش، كان يعني دايما بيشتغل بالبقشيش وكده، ياخد مرتب بسيط قوي 2 جنيه في الأسبوع والباقي كله بقشيش يعني زمان يعني. وبعدين الولد ده أبوه توفى فجأة، وأمه عندها شوية روماتويد مش عارفة تشتغل، فالولد بقى يدرس في إعدادي وجاب بسكليت وراح تعاقد مع وكيل جورنان من الجرايد، الأهرام، الأخبار، الجمهورية، من الحاجات بتاعت الدولة ساعتها، وبقى يحط إيه الجرايد ويلف بيها، علشان بياخد على كل مثلا 5 جرايد مليم، يعني بيطلع له في اليوم 3 قروش، أو يجيبوا 6 رغيفة ساعتها. يساعد ولد عنده إحساس لا تتخيلوه، وراضي بقى بأسوأ الظروف وشاكر وما بيشتكيش، يعني يا رب كده يخبطوا الأرض يطلع اسمها إيه دي؟ قدرة كده فيها جنيهات ذهب من أيام الفراعنة بتاع، ما الناس بتحفر وتجيب، يا رب يعني عطروا في حاجة. الواد ما بقى في يوم من الأيام الدنيا كانت بتمطر، فراح عمل إيه؟ عمل إيه؟ لف كل الجرايد في أكياس نايلون، خد أكياس نايلون ولفها دورها كده، وراح حط كيس نايلون كبير، علشان ايه؟ الجراد يا جماعه لو وصلوا ميه هيتقطع، مش كده؟ الجران بيبقى ورقه خفيف يعني. المهم الولد وهو ماشي كده، انتوا عارفين لما بتمشي جنب الرصيف، هو بيمشي جنب الرصيف ويركن العجله ويحدف الجرنان، والدنيا بتمطر فولاففها. عارفين البلاعات اللي هي كانت زمان بتبقى جنب الرصيف؟ بلاعه منهم كانت مفتوحه، ومن المطر والميه هو مش شايفها، نزل بالعجله فين؟ في البلاعه. العجله اللي يسموها الطاره، الولاد تفهم الطاره، وفيها سلوك. العجله التانت اتعوجت، يعني ما تنفعش خالص، والسلوك 2 3 اتقطموا، يعني ومن الوقعه كل الجرايد وقعت من الاكياس النايلون واتغرقت في الطينه، يعني بقى مديون بثمن الجرايد للشركه، والعجله باظت بتاعت اكل عيشه. قعد والدنيا بتمطر، ما بقوناش عارفين الميه دي دموعه اللي نازله من عينيه ولا المطر اللي نازله من السماء. خلاص استوى. عارفين ايه اللي حصل؟ فجأة لقى واحد بيطبطب عليه، يفتح عينيه لقى المسيح واقف قدامه بابتسامة وعين حاسة بالمعاناة. لمدة 3 ثواني واختفى المسيح. عايز اقول لكم حاجة، العجلة ما اتصلحتش، والمعجزة ما تمتش، والجرايد ما نشفتش، والجرايد ما اتباعتش. بس عاوز اسألكوا سؤال، لما هو شافه هل احساسه بالمشكلة بقى موجود؟ ما بقاش احساسه بالمشكلة موجود، وأرخوا ان ده اسعد يوم في حياته كلها، ومستعد يحتمل اكتر من كده، بس اللقطة دي تتكرر مرة تانية واحدة. فاوعى تفتكر ان الله عندما يكون صامتا انه مش حاسس بيك.